ويحيى ولاد بلادي ويحيى وبنات بلادي وشنانا في الحساد احنا ولاد الجزائر خوا في كل بلاد. يحيى ولاد بلادي ويحيى وبنات بلادي وشنانا في الحساد احنا ولاد الجزائر خوا في كل بلاد. في البداية كنزة نرحب بك عبر موقع نساء تي في. أهلا وسهلا فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا تاني في البداية نحب نرحب بكل العاملين عبر موقع نساء تي في وكل الناس اللي تقرأ موقع نساء تي في وتتبعوا. جدا سعيدة بهذه المقابلة وهذا اللقاء. أولا كنزة، كنت البنت الجزائرية الوحيدة المشاركة في البرنامج بعد غياب المشاركة الجزائرية. كيف تم قبولك في برنامج ستار أكاديمي؟ طبعا كنزة مرسلي كانت البنت الجزائرية الوحيدة المشاركة في البرنامج بعد غياب المشاركة الجزائرية في عدة مواسم. هذا صحيح. القبول تاعي ما كانش سهل بصراحة، وكانش ما كانش عادي وما كانش بسيط. كانت معاناة وكان متعب جدا، لأنه أنا مشاركة في برنامج ستار أكاديمي 4 مرات قبل هذه المرة، ولا مرة قبلت فيها. فكان عندي الإصرار أني شاركت المرة الخامسة، والحمد لله قبلوني وكان القبول كما يقولوا غير عادي، كان مميز، كان مروري ليس بمرور الكرام، والحمد لله. هذا الشيء اللي فرحني بزاف. لاحظنا في البرايم 11 تصدرتي التوب 1، ولكن ردة فعلك كانت باردة شوية. شو بتعلقي كنزة على الموضوع؟ هي ردة فعلي في البرايم 11 لما أخذت توب 1، هي فعلا الناس اللي شافوني بنت لهم باردة وبنت لهم مفرحتش بأخذ التوب 1، لكن أنا المشكل كان عندي غير، يعني كانت عندي مشكلة بيني وبين نفسي، لأنه في هذاك البرايم كان عندي طابلو اللي غنيت فيه جيت لكارول سماحة، وكان الأداء يعني بالنسبة لي ما كنتش راضية عليه تماما اطلاقا، ما كنتش راضيه على ادائي، فهذا اثر على فرحتي بالتوب 1. يعني حتى التوب 1 اللي كنت نستنى فيه من اول اسبوع في الاكاديمي ما فرحتش. يعني كنت نقول لهم انا دائما حتى في الاوقات الجميله تاعي تجيني في وقت اللي ما تخلينيش نفرح، فهذا هو السبب الوحيد، ما كانش اي سبب تاني. وبالعكس انا كنت فرحانه من داخل وانا رايحه نشوف بلاد ما شفتهاش واخذت توب 1 كأول جزائرية أخذت توب 1، فهذا طبعا فرحت، لكن الفرحة اللي ما قدرتش تخرج تلمو كنت مهمومة بالأداء اللي أديته. خلال تواجدك كنزة بالأكاديمي صار مشكل بين جمهورك وجمهور ابتسام تسكت على خلفية اتهامك للشعب المغربي بالسحر. شو بتعلقي كنزة اليوم على الموضوع؟ فعلا كلامك صحيح. فترة من فترات وجودي بالأكاديمي تهمت أني اتهمت الشعب المغربي بالسحر وشيء من هذا القبيل. طبعا مثل ما قلتي حدث مشكل بين جمهور كنزة وجمهور ابتسام، يعني الجمهورين هما اللي حدث بينهم مشكلة، وهما اللي كبروا الموضوع. لأنه أنا لم أذكر المغرب ولم أذكر كلمة سحر ولم أقل شيئا من هذا القبيل، ولم أتهم لا ابتسام ولا أمها ولا عائلتها ولا الجمهور ولا بلد المغرب ولا أي شيء من هذا القبيل. والحمد لله الفيديو موجود، وكل إنسان صادق مع نفسه وصادق مع الناس يشوف هذا الفيديو مرة واثنين و24 ما راح يلقى ولا كلمة فيها اسم المغرب ولا فيها اسم ابتسام ولا فيها اسم سحر ولا شعوذة ولا أي شيء من هذا القبيل. للأسف جمهور الابتسام كما قلتي هو ما بعرف، يعني فهم الموضوع على حسابه كما حب يفهمه هو، ما أخذ رأي حتى واحد، وقذفني وسبوني وسبوا بلدي وحرقوا علم بلدي. طبعا كل هذا الشيء حصل
طبعا انا ما كنتش يعني كنت في داخل الاكاديمي وما كنتش عالمه باي شيء من هذا الشيء اللي حدث. وامي ما بعرف، انا امي كانت بعيده عني وما كنتش عارفه وش كانت تدير. لكن هي ممكن تكون ما تكلمتش، لانه انت مثلا واحد يتهمك بشيء ويقرر انه خلاص يعني يحسم الامر، طبعا ما راح يكون عندك رد. الرد الوحيد انك تسكتي، لانه ما فيش فايده اصلا انك تردي. لو في فايده، لو يعني تركولك مجال انك تردي او ياخذوا رايك في الموضوع ممكن، لكن هم قرروا من راسهم بل انت اتهمتي وانت قلتي وخلاص، يعني الامر محسوم حسموه. فهذا الشيء والله هم حرين وهذا الشيء راجع ليهم. وانا بالنسبه لي عمري ما سبيت شخص، ولا عمري سبيت انسان، ولا عمري سبيت بلد. اصلا شكون انا باش نسب بلد او باش نتهم بلد بحاله بشي خرافي هم اخترعوه من دماغهم. انا لم اتفوه بكلمه منه وفقط. وانا لست مسؤوله عن الشيء اللي يفهم. انا الشيء الوحيد اللي مسؤوله عليه هو كلامي. انا مسؤوله فقط عن كلامي المنطوق واللي الناس سمعته. انا لست مسؤوله عن فهم الناس، انا مسؤوله عن الكلام اللي نقوله، مش مسؤوله عن الناس كيفاش تفهم كلامي وفقط. واي واحد يفهم كلامي بطريقه مش مليحه او بطريقه بشعه، بطريقه سلبيه، هذا مشكل تاعو هو، مش مشكلي انا. عرفنا مؤخرا كنزة أنه اسمك مرشح للمشاركة في مسلسل باب الحارة في الموسم القادم. شو بتعلقي كنزة على الموضوع؟ والله أنا تاني سمعت بهذا ترشيحي للمشاركة في مسلسل باب الحارة الموسم القادم للقيام بدور مناضلة جزائرية. بصح يعني أنا سمعت بها لما عدت أول يومين سمعت بهذا الخبر، لكن يعني لحد الآن ما عندي حتى، يعني ما جاني حتى اتصال يعني مباشر، او ما جتني حتى عرض مباشر يعني ليا يقول لي يا فلانة انت مرشحة لهذا الدور او لهذا الدور. لا بصراحة يعني ما لحد الان ما عندي حتى، ما لست متأكدة من هذا الموضوع من ناحية يعني من ناحيتي انا. يعني ممكن هذا الشيء يكون صحيح يعني في المواقع انه نشر وعملوا هذا الترشيح وكامل، لكن انا ما جاني حتى اتصال معين. علاقتك اليوم كنزة بمينا عطلة، والكل كان يعرف أنه في إعجاب بيناتكم بالأكاديمي. علاقتي اليوم بمينا هي علاقة عادية جدا، والعلاقة اللي كانت في الأكاديمي هي الآن اليوم لم تتغير، لم يتغير منها شيء. الشيء الوحيد اللي ممكن تغير انه كل واحد صار في بلده وكل واحد ولا بعيد عن التاني وما نشوفوش بعض كما كنا دايما في خلقة بعض كما يقولوا كل يوم وصباح وعشية وناكلوا كيف كل شيء نعمله كيف. لكن الحمد لله اي حاجة تانية الحمد لله ما تغيرتش، وما زلنا كما الاول نتكلموا ونتواصلين مع بعض ونسألوا على بعض وكل شيء كما هو. من ناحية الكلام اللي كان يقال عن الإعجاب وما إعجاب، طبعا كلمة إعجاب عندها عدة معاني وعدة تفسيرات. مش لازم الإعجاب يكون هذاك الإعجاب الوحيد اللي هو الناس تحصروه في الإعجاب الحب والعشق والغرام والهيام ولا لا 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 لا. طبعا الإعجاب قدر يكون أوسع بكتير من هذا الشيء اللي هما حصروه فيه. الإعجاب واسع جدا، ممكن أنا نعجب بصديق، نعجب بأخ، نعجب بأي شخص. مش لازم كلمة إعجاب تكون محددة في هذاك المفهوم. فأنا مينا بالنسبة لي صديق وحيبقى صديق عزيز جدا على قلبي. أنا ومينا عندنا في كيمياء بيننا، وفي شيء حتى احنا ما نعرفوش، في شيء سري بيناتنا، سر من عند ربي سبحانه، أنا ما نعرفه، ممكن هو كمان التاني ما يعرفوش. سبحان الله، أنا نعزه وهو يعزني، فهذا هو الشيء اللي بيناتنا وما في أي شيء تاني. بعد خروجك كنزة من الأكاديمية رجعتي للجزائر وكان في استقبال كبير من الجمهور. توقعتي هلا الاستقبال الكبير؟ والله الاستقبال يعني بصراحة أنا توقعته يكون هكاك، لكن توقعته لو جيت في النهار، يعني لو وصلت
في عز النهار وفي عز اليوم والناس عادية ممارسة حياتها عادي. لكن اني نوصل في وقت متأخر بزاف، الساعة 1:30 الساعة 2 تاع الليل ولا تاع الصباح، كيفاه كل واحد كيفاه يسمي، ونلقى كل كم هذاك الهائل تاع الناس تستنى فيا، واللي جاو من اماكن بعيده، يعني اللي جا من الشرق واللي جا من الغرب واللي جا من الصحراء واللي يعني الواحد عمره ما كان يتخيل هذا الشيء بصراحه. يعني انا لما عملت حسابي انه راح نوصل في وقت متاخر، قلت يا ربي واحد ما راح نلقى حتى واحد في المطار غير اهلي برك. يعني لحقت وشفت هذوك الناس كامل والصحافة، ويعني الحمد لله يا ربي. فبقيت نخمم، قلت له كان وصلت في النهار يعني في عز اليوم كيفاش، اكيد ما راح يلقاو مكان في المطار يوقفوا فيه. فالحمد لله يا ربي على هذا الحب وعلى هذا الاخلاص، والحمد لله. كتب الفنان سامو زين عبر حسابه على موقع تويتر أنه في مشاركة فنية راح تجمعكم. شو بتخبرينا عن الموضوع؟ بصراحة هي كانت مفاجأة، أنا كنت على بالي بها حضروها لي، وكانت أروع مفاجأة أنه سامو زين حضر لي مفاجأة في لقاء جيلافان. وبعد اللقاء حط في حسابه على تويتر انه في مشروع ديو. هذا المشروع الحمد لله صار حقيقة، وسامو اشتغل عليه بسرعة، وبعث لي الأغنية اللي راح تكون ديو بيني وبينه، سمعتها وعجبتني، وإن شاء الله يا رب عن قريب راح يكون تسجيل، وعن قريب إن شاء الله راح تشوف فيديو كليب وكل شيء. قبل دخولك كنز الستار أكاديمي كنت طالبة إعلام، في اليوم عروض بمجال الإعلام؟ عروض في مجال الإعلام لحد الآن لا، ما فيش أي عرض. لكن لو قدم لي عرض في المستقبل لازم يكون شوية بعيد، لأنه حاليا الفكرة مش في دماغي ومش في راسي اني نخوض مجال الاعلام في هذا الوقت، لانه نفضل اني نركز اكثر في مجال فني ونرسخ نفسي اكثر وناخذ الخبرة اكثر، والناس تبقى شايفة صورة كنزة الفنانة اللي شفتها طول 4 أشهر وتعودت عليها. وبعد ذلك لو عرض علي برنامج يناسبني ويناسب سني، يناسب نوعية فني اللي نقدمها للناس، كل شيء يعني على حسب القناة، على حسب يعني نسبة مشاهدة القناة، يعني كل شيء بعد دراسة إن شاء الله راح يكون يعني ممكن راح نقبل في المستقبل، لكن حاليا لا. غير المشاركة في مسلسل باب الحارة والتعاون مع سامو زين، شو بتعطينا سكوب لموقعنا؟ سكوب ولا بصراحة ما فيش شيء مؤكد، لكن إن شاء الله يا رب سواء قبل الديو سواء بعد الديو راح يكون عندي سينجل، يعني نسبة كبيرة انه يكون سينجل جزائري يا رب. ويعني لكن الخبر يعني مش مؤكد، يعني قادر يكون بأي لهجة ثانية، لكن الشيء اللي حاليا يعني موجود، والشيء اللي حاليا العروض الموجودة حاليا انه تقول انه ممكن السينجل تاعي الاول راح يكون جزائري، وممكن يعني ممكن يتغير الشيء ويكون سينجل بلهجة تانية، لكن كما قلت لك يعني الشيء اللي راهو معروض بكثرة انه نتوقع انه سينجل الاول راح يكون جزائري، والله اعلم. كلمة توجيهها كنزة للجمهور؟ الكلمة اللي نوجهها للجمهور عندي كلام بزاف نوجهه له، لكن الكلمة اللي راهي بزاف في راسي واللي انا حابة نوصلها للناس، انه نقولهم يا ناس الفنان ليس ملكا للجمهور. وصحيح في مقولات تقول ان الفنان لما يصير مشهور ما يبقاش ملك نفسه، ما يبقاش رهن تصرفاته، لازم يكون ملك للناس. هو صحيح ملك للناس، لكن مش بالمعنى انه حتى يوصل بهم الوقت انه يتحكمونه في حياته الشخصية
ويقولوا له دير هذه وما تديرش هذه، ولا فعل شيء ممكن ما يعجبهمش، ودايما يعني في اطار حياته الشخصيه يزعفوا يقولوا خلاص ورانا حين نسحبوه ما نوليش نشجعوك ومنا. فانا دايما نقول لهم انه الشخص لما يحب شخص او الانسان لما يحب فنان يحبه لذاته، وانا لو حبيتوني لذاتي حبيتوني لشخصي مش لشي تاني او اعتبارات اخرى، اهلا وسهلا، وهذا هو الحب الحقيقي. لكن لو حبيتوني لانه انا صديقة فلان، او لانه انا نتعامل مع فلان، او لانه انا نحب البلد الفلاني او لا، هذا طبعا مش حب، هذه انانية. وانا بصراحة لا اتفق معهم في ذلك. وبالنسبة لي أنا أشخاص اللي يحبوني أنا نحترمهم كل احترام، اللي يحبوا كذا شخصها وذاتها. أما الأشخاص اللي يحبوني على الأسباب أخرى ما عندي حتى كلمة، ما عندي حتى تعليق. طبعا هذاك حب مزيف وراح يزول مع زوال الوقت. كلمة لنساء تيفي. في الأخير حابة نوجه تحية كبيرة لموقع نساء تيفي، وإن شاء الله يا رب تكملوا مع كل نجاح والاستمرارية والازدهار يا رب. وإن شاء الله دايما يكون شعاركم المصداقية وحب الفن وحب الفنانين، وإنه المراد من هذا الشيء كله إنه تبينوا الفنان وتبينوا الشخصيات المعروفة في أحسن صورة إن شاء الله.